السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا حبايبنا في الله، يا رب تكونوا بخير وعيد مبارك عليكم. يا رب تكونوا كلكم كويسين كده. اتمنى من حضراتكم الاشتراك والمتابعة معانا. خير اعلن النادي الاهلي انتقال احمد سيد زيزو. وحابين نتكلم بس اول حاجة يعني عن نقطة مهمة جدا، ان كباتن نادي الزمالك اللي قدام اللي عاملين يعملوا صياح جامد جدا على انتقال اللاعب، ولا الجمهور حتى بعض الجماهير اللي عمالة تعمل صياح جامد على انتقال اللاعب وتقول خاين. ويعني انا بس حب يعني افكر حضراتكم اللي كان بيشجع نادي بيراميدز قدام نادي سان داونز كان جمهور نادي الزمالك. طبعا مع احترامي يعني للحقيقة اللي موجودة، حقيقة موجودة. كلهم ماسكين التيشيرتات وعمال يعمل لك كده على علامة القلب، واحنا اللي جمهور الزمالك بيشجع النادي بيراميدز. لما واحدة كانوا رايحين عشان ياخدوا وجبة وفي ناس رايحة كانت عشان تاخد فلوس، فانت رايح عشان مصلحتك. وانا مع النظرية دي، انا مع نظرية ان الجمهور يروح يشوف مصلحته ويدور على مصلحته، ولازم هو ياخد فلوس من حقه، وانا اشجع واتبهدل واتهان وفي الاخر ما اخدش حاجة. لا، الاوان بقى ان الجمهور ياخد فلوس، ولكن وانت بتعمل ده لازم برضه تحط دماغك ان اللعيب كمان من حقه يعمل ده. اولا احمد سيد زيزو جاله عرض من نادي نيوم السعودي، وكان نادي ب6 مليون دولار لنادي الزمالك، وهو ليه العقد ليه هو شخصيا 5 مليون دولار في الموسم. يعني كام يا مؤمن؟ يعني نص مليار جنيه مصري في الموسم. طيب انت حضرتك واحد زي ده يسيب العقد زي ده ويقف في نادي الزمالك ليه؟ حط نفسك مكانه. انا بقى لو جالي العقد ده انا مش هسيب نادي الزمالك، ده انا اسيب ايوه اللي انت فكرت فيها. طب ليه؟ هو من حقه. مع ذلك هو عايز يقف في نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك نادي الزمالك يعني استخدم اسلوب يعني مش تمام قوي، وكان عايز يصلعه ويسلمه للجمهور. وبدأت معاملة وارمي الصورة ودوس عليها ولو مؤاخذة يعني خلي العيب يعامله معاملة مش كويسة. طب كل ده ليه؟ ما هو اللعيب قاعد معاك وكان بياخد فلوس أقل من كده. انما هو لقى المعامله ولقى الشتيمه ولقى قله الادب. وبعد ان هو جاله عرض زي ما قلت لكم نص مليون جنيه يا اخوانا، يعني عقلوا برضه الموضوع. هو راح النادي الاهلي، هل النادي الاهلي هيديله ربع المبلغ ده؟ تلت المبلغ ده؟ مستحيل، مستحيل. يعني مش عارف، يعني اتمنى التوفيق للعيب، وهو اللعيب دايما محتاج دايما يا اخوانا المعامله الكويسه. لو انت حسيت اللعيب اللي هو ملك هيديك وهيتنازل وهيقعد. اتمنى التوفيق للاعب واتمنى التوفيق للجماهير، وان شاء الله يعني تكون في روح رياضيه ما بيننا، وكل سنه وانتم طيبين.